يعني انا لو نزلت 20 ضغط كل يوم وكلت الكبده بعد نص تشويحه كده وبطلت اشرب ينسون عشان صوتي يخشن، هبقى عبوده والفاتنات؟ ولا لازم اضيف جمله حديثه متحدثه من قاموس الشارع اللي هي بتاكل مع الناس الايام دي؟ ابيض على الابيض، اخضر على الاخضر، برتقاني مع اصفر، على الله حكايتك يا ست. ولا البس جاكيت اسود واريح دماغي ولا ايه؟ Ahora. La 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 la. Tan tan tan. الشارع في الأماكن المصرية بقى محتاج تعريف ثقافي للغة الحوار اللي هي بتدور بين أي اتنين هيقوم ما بينهم خناقة. بقت خلاص تتحل بجملة بتبين مين فيهم ممكن يخلص المعركة بدري. خلاص ما عادش البطل الشجاع الشمام اللي محتاج سنجة يطلعها من نص البنطلون عشان يفرض سيطرته. هو كل الحكاية كلمتين عرفهم من مسلسلات رمضان يهق بيهم في أي نوش، وساعتها رجلين الأخصام تلاقيها بتترعش بعد ما الكلمتين اتظرفوا. Tan tan tan. Tan. بقول لك يا عم الناس، الدنيا جت على اخوك 3 مرات ففلتت وجات لي، فابعد عشان ما اجيبهاش عليك. اي زروطه بتعلي من سقف خيال اللي قدامك تبينك قدامه انك سندال وما ينفعش حد يجي معاك في السكه شمال. الحوارات دي كلها كانت تمام والناس كانت في حاله رضا وبتتهيأ من تغيير البطله بعضلات الى البطل الكلامنجي اللي هو بيلضم الابره بودانه، لغايه ما ظهر قاموس العوضي لفك التشفير وحرق الخناقات من غير هري كتير. Tan tan tan. Tan. الظاهرة اللي عملها أحمد العوضي حللها علماء في تفنيط الكلام إن أي شخص بملامح مصرية ليه شرطتين تحت القورة، لابس جاكيت أسود على بادي أسود على بنطلون أسود، قوي البنية، واسع المنكبين، شنبه واخد وضع اليون مقلوبة، بيسد في أي حوار تسخين الكلام بس من غير ما يكون خارق للطبيعة ولا خارق للأزمات. المصيبة بقى اللي حيرت العلماء إن العوضي جمع ما بين الكلام والضرب المبرح، يعني هيعلم عليك كلاما بالحنك وتأليما بالدراع. المشكلة إن الظاهرة دي خرجت من المسلسلات ونزلت الشارع الحقيقي. يعني ممكن تبقى ماشي في أمان الله تلاقي اتنين بيتخانقوا، واحد بيقول له بقول لك إيه أنا مش بتاع مشاكل. الجملة دي في العادي معناها أنا هروح، لكن بقى في قاموس العوضي معناها أنا هخلص عليك بهدوء. واجمل حاجه بقى في الحوار ان كل الكلام ده بيتقال بهدوء شديد. يعني ممكن يقول لك بص يا صاحبي انا مش عايز ازعل حد، وفي نفس اللحظه تلاقي ايده بتقيس مقاس دماغك. لما انا حاولت بقى اطبق الكلام ده مره، دخلت خناقه قلت له بص يا صاحبي انا مش بتاع مشاكل، قال لي وانا كمان. قلت له الدنيا جت على اخوك 3 مرات، قال لي وانا كمان. قلت له الدنيا لفت وجات لي، قال لي وانا كمان. عرفت انا بقى ساعتها ان احنا الاتنين اتفرجنا على نفس المسلسل. فانا شايف ان الحل بسيط. لو لقيت واحد لابس جاكيت اسود على بادي اسود على بنطلون اسود وبيتكلم بالراحه كده، ما تسخنش معاه، قول له بس جمله واحده ربنا يوسع عليك يا نجم وامشي. لان الحقيقه اللي الناس مش فاهماها ان اخطر حاجه في مصر مش الخناقات، اخطر حاجه ان اللي قدامك يكون حافظ حوار المسلسلات. Ahora.